السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكمان معايا زبدة أو سمنة. أنا هنا هستخدم الزبدة الصفراء، لو سمنة كمان هتبقى حلوة قوي السمنة البلدي. وكمان معايا كوباية لبن، ومعايا كيس كريم شانتيه. أنا جايبة كيس على كوباية اللبن، الكيس الأول عادي اللي بيتباع هتحطي له كوباية لبن بالظبط. وكمان معايا مانجا مقطعاها أنا مكعبات كده بالشكل اللي انت شايفاه. ولازم المانجا تكون جامدة، ما تكونش مستوية عشان تعرفي تقطعيها. اول حاجة هنعملها، هبدأ اضرب الكنافة في الكبة علشان عايزة تبقى متكسرة معايا. فبدل ما اقعد اقصقص بيها في المقص، لا هي متجمدة، فهتسهل عليا كتير وهي متجمدة ان انا اطحنها في الكبة، يعني افرمها مش هطحنها، مجرد ان هي هتتكسر معايا في الكبة بسهولة. لكن طبعا مش هطحنها، هخليها بودرة. انا عايزاها توصل تبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. اوكي، وطالما هي متجمده هتسهل عليا الموضوع ده كتير. ابدا انزل بالكنافه بتاعتي في بوله، وهنزل بالزبده او السمنه. انا هنا مستخدمه على نص كيلو الكنافه كوبايه زبده كبيره، لان طبعا الكنافه بتحتاج سمنه كتير. دخلت السمنه حلوه قوي في الكنافه بالشكل دوت زي ما انت شايفه. بصي كلها شربت من السمنة. وبعد كده هبدأ اجيب الصينية اللي هشتغل فيها. انا هنا هستخدم صينية التارت، انت ممكن لو ما عندكيش صينية التارت ممكن تستخدمي صينية عادية. وهبدأ ادهن السمنة كده بالشكل دوت، ابطن الصينيه بشويه سمنه. في بيحمر الكنافه على البوتاجاز من فوق، بس دي بتبقى ناشفه قوي. يعني انا عن نفسي مش بحبها تبقى ناشفه، وهتاخد منك وقت. الطريقه ديت اسهل واسرع، وبتضمني نتيجه ان الكنافه ما بتبقاش ناشفه وممكن تتعب اللثه. هبدا انزل بقى بالكنافه بتاعتي كده، افردها في الصينية كلها بالطريقة ديت. مهم جدا الكنافة تكون اتشربت بالسمنة. اوكي، ما تقلقيش، هي هتبان ان هي الكمية عالية في الصينية، بس هي بعد ما هتستوي هتبتدي تهبط الكمية دي، هتقل يعني. هسويها بقى. في خطوة مهمة هقولك عليها دلوقتي علشان تطلع معاكي الصينية دي ناجحة ومتماسكة. بعد ما فردتها في الصينية علشان الكنافة تبقى متماسكة معاكي وما تتفرولش بعد ما تستوي، هبدأ اجيب صينية او طبق نفس مقاس الصينية اللي انا فردة فيها الكنافة، وهضغط عليها كده بالشكل دوت. تضغطي علشان الكنافة تتماسك كلها مع بعض. تمام بالشكل دوت كده هتديك المنظر دوت. الخطوة دي مهمة جدا لصينية الكنافة. بعد ما خلصت كده الصينية هتدخليها الفرن على درجة حرارة 200 علشان عايزاها تحمر معايا. وهنبدأ نعمل الشربات مع بعض. الشربات عبارة عن كوباية سكر عليه كوباية مية، هيغلي وهحط له نص ليمونة. وطبعا انت ممكن تحطي منكهات فانيليا او مورد اللي هو ماء الورد او مستكة، المنكهات بقى اللي انت بتحبيها. ده بالنسبة للشربات. بصي وهي جوه الفرن بدأت تحمر، لو لقيتي الجناب احمرت والوش لسه طفي بقى خلاص الفرن وتشغلي الشواية على الوش. بمجرد ما هتاخد لون تطلعيها من الفرن. بصي ريحتها ما شاء الله، ريحتها حلوة جدا، السمنة كمان عطشها ريحة حلوة قوي. وهنبدأ نعمل مع بعض الكريم اللي هنحطها على الوش. عبارة عن كوباية لبن ساقعة طالعة من التلاجة والكريم شانتيه. مهم جدا اللبن يكون ساقع. هبدأ انزل بالكريم شانتيه اللي انا هستخدمه، هنزل بكوباية اللبن
وهبدأ اشتغل بالمضرب سواء اليدوي او الكهربائي، المتوافر عندك اشتغلي بيه، بس اليدوي بياخد وقت شوية عن الكهربائي طبعا. هبدأ اضرب الكريم شانتيه بالشكل دوت كده، اخفق فيه لحد ما يتقل معايا. بصي بيدي لي سماكة ازاي كده بالشكل دوت. طبعا حجمه بيتضاعف وبيزيد زي ما انتي شايفة كده. اوكي، طبعا هتطلع من الفرن هسيبها تبرد علشان الشربات سخن. هي الشربات يبقى سخن وهي باردة، يا اما هي سخنة والشربات يكون بارد، ما ينفعش الاتنين يكونوا سخنين. جات اللحظة الحاسمة بقى اللي هنقلب فيها الكنافة. هنشوف مع بعض بقى نقلبها ازاي. هجيب طبق اكبر شوية من حجم الصينية اللي انا كنت شغالة فيها، اللي انا فردت فيها يعني الكنافة واستعملتها للكنافة. الطبق يكون اكبر شوية، وهنبدأ نقلب بقى الكنافة بتاعتنا. هنشوف بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. شايفين بقى؟ طبعا علشان انا عملت الخطوات اللي تخليها تطلع بالشكل دوت، اللي هو ضغطت عليها بالطبق حلو وهي نية. دلوقتي ببدأ بقى ازقيها بالشربات بالشكل دوت، تزقي الحروف والجناب وكله زي ما انت شايفه. اهي هتبدأ تشرب الشربات كله. بعد ما خلاص زقتها بالشربات هبدأ اجيب الكريم شانتيه بتاعي علشان ازينها بيه. احط كده هنا، طبعا مش هحط في الجناب، انا هحط في النص بس كده، تفرجيه بالمعلقه بالشكل دوت. تساوي بقى كده بالمعلقه بالشكل دوت. علشان هبدأ احط عليه دلوقتي كمان المانجا. المفروض ان انت تحطيها بقى في التلاجة ساعتين تمسك نفسها الكريمة، وبعد كده تنزلي بقى بالمانجا اللي انت مقطعاها بالشكل دوت. وانا بحب احط كده عود نعناع، بيدي شكل حلو قوي. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك